سيد واثق، التظاهرات التي تخرج اليوم في المدن العراقية كيف تنظرون لها؟ هل ترونها تظاهرات منطقية تطالب بمطالب شرعية؟ التظاهرات إذا كانت تطالب مثلا بتوفير الخدمات، إذا كانت تججب مثلا اللصوصية والفساد، إذا كانت مثلا ترفض المحاصصة الطائفية، إذا كانت مثلا غير راضية عن أداء الحكومة، إذا كانت مثلا تطالب بتوحيد العراق، إذا كانت مثلا مطالبها مطالب تخص مثلا الفقراء، مثلا تدافع عن شريحة الفقراء، عن المعوزين وعن المحتاجين، فهي تظاهرات إيجابية ونحن ندعمها. لكن التظاهرات التي تطالب بإعادة المجرمين إلى الدولة وتطالب بإلغاء المادة 4 إرهاب التي تدين المجرمين والقتلة، التظاهرات التي تطالب بإطلاق سراح المجرمين القتلة الذين يفخخون السيارات ويرسلوها إلى أسواق العراق، هاي تظاهرات غير شرعية وغير صحيحة. المطالب الشرعية التي طالب بها المتظاهرون نحن نؤيدها طبعا، ونحن في حزب الله نؤمن بأن يعني قدرنا كعراقيين أن نعيش متآلفين ومتحابين، ولا ينبغي أن تكون بيننا وبين إخواننا السني أي نعرة طائفية وأي خلاف. سيد واثق، هل تبنيتم أنتم كحزب الله العراق؟ مطالب شرعية؟ نعم.